الأغنياء أغلى وأخطر عسل في العالم بديل الفياجرا ومقوي لجهاز المناعة. إيه هو عسل الهلوسة وإيه حكايته وليه بيعتبر أخطر وأغلى عسل في العالم؟ عسل الهلوسة معروف بلونه الغامق وطعمه المر مقارنة بأنواع العسل التانية، وعشان تقدر تاخد منه أكبر كمية تاكلها لازم يكون بالرجوع للطبيب، وده لأنه خطير وفيه مواد مخدرة، وكمان تأثيره شبيه للمخدرات وأثره بيبان بعد 15 دقيقة. واللي بتنتجه نحلة من أكبر فصيل النحل في العالم، وطول النحلة الواحدة بيوصل ل 3 سنتيمتر، وبتتغذى على حبوب لقاح أزهار من أندر زهور العالم، والزهرة دي سامة بالنسبة للإنسان وموجودة في المناطق الجبلية في العالم، وفيها مواد كيميائية معروفة باسم السموم الرمادية، وبتأثر على الأعصاب بشكل سلبي وبتسبب هلوسة وبطء في مستوى نبض القلب وشلل مؤقت وفقد الوعي، وبسبب ندرته بالتالي بترفع سعره. تعالوا نعرف بيخرج من أنهي دولة ومن أشطر شعوب تفوقت في صناعته. بيعتبر سكان الصين والهند ونيبال من أكتر الشعوب مخاطرة بحياتهم على الجبال عشان يوصلوا لخلايا النحل، واللي موجودة بشكل قليل جدا في أعماق غابات الهيمالايا. عشان كده عسل الهلوسة نادر جدا وسعره مش رخيص. خلونا نركز في نقطة إن النباتات دي متواجدة بشكل كبير في الجبال والمرتفعات، عشان كده النحل بيبني الخلايا في نفس المناطق بتاعة النباتات واللي بتحتوي على أكتر من 15 كيلو جرام من العسل. وعشان كده صيادين عسل الهلوسة بيضطروا للمخاطرة بحياتهم وبيتسلقوا بأعلى جبال الهيمالايا مرتين في السنة، وبيلفوا على جسمهم حبال قوية مصنوعة بحرفة يدوية عشان تكون أمتن وأقوى وأضمن، وده كله عشان يبدأوا مغامرتهم ويجمعوا خلايا النحل واللي بتلقب بالعسل الأحمر. وعشان يوصلوا للخلايا اللي بتكون عندها مغامرة جديدة، هجوم وحرب من النحل عليهم عشان يبعدوهم عن العش والخلايا بتاعتهم، لكن بعد ساعات بيقدر صيادين العسل يتمكنوا منه ويوصلوا للخلايا. ومن أشهر القبائل في الحصول على العسل قبيلة جرونج، وده طبعا عن طريق المغامرة من خلال أعلى ارتفاع للجبل للتعلق بحبال وطلوع جبال الهيمالايا، واللي بيوصل ما بين 6 ل 20 ألف قدم. وبالرغم من صعوبة الوصول إلا إنها عادات تقليدية قديمة ومعروفة بيها القبيلة من آلاف السنين، ولدرجة إنهم اتلقبوا بصيادين عسل الهلوسة. السؤال المحير بقى، هم ليه بيخاطروا بحياتهم عشان عسل الهلوسة؟ بالرغم إن عسل الهلوسة ليه مخاطر كبيرة إلا إنه بيعتبر ثروة كبيرة وتستحق المغامرة، وإن قيمته أكبر من قيمة العسل العادي، وبيوصل ثمن الكيلو الواحد منه ل 360 دولار أمريكي وبيتباع في تركيا، في حين إن مجلة ناشونال جيوغرافيك قالت إن أقل من نص كيلو جرام واحد من العسل وصل لحوالي 600 دولار في السوق السوداء الآسيوية. الملايين من الأغنياء بيدوروا على عسل الهلوسة في الأسواق، وبالرغم من أضراره إلا إنه فيه فوايد، بس لازم الإنسان ياكله بطريقة صحية وتحت إشراف الطبيب. عسل الهلوسة تاريخ كبير وقديم، وده لأنه استخدم زي سلاح ضد الجيش الروماني سنة 67 قبل الميلاد، وده عشان يقدروا يهزموا الملك الفارسي الرابع اللي حطم مملكة بونتوس في شمال الأناضول. وللأتراك عشان يحاربوه قدروا يعملوا العسل ده على شكل أقراص، وأول ما قيادات وجنود الجيش أكلته ظهرت عليهم الهلوسة وفقدوا سيطرتهم واتهزموا بسهولة. عسل الهلوسة اتعرف من قرون إنه عقار ودواء قوي جدا، ودي من مميزاته وفوائده، واللي منها قدرته على شفاء أمراض كتير زي الزكام والإنفلونزا والسعال، وعلاج التهابات المعدة والشعب الهوائية والتهاب البلعوم، وكمان بيساعد في خفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والتهاب المفاصل وتنظيم الجهاز العصبي وحل مشكلات الاضطرابات العصبية والتعب والأرق. عسل الهلوسة هو دفعة قوية ومصدر طاقة ضخم للجسم، وبيساعد على تحسين الأداء الجنسي عند الرجال، وبيعتبر بديل لحبوب الفياجرا، وبيقوي جهاز المناعة وبيحمي الجسم من الميكروبات عشان بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وده اللي بيخلي كتير من الأغنياء بتدور عليه وتشتريه. عسل الهلوسة أخد شهرة كبيرة في العالم وبقى موضوع بتناقشه الأفلام العالمية زي مسلسل سلسلة مغامرات شارلوك هولمز المعروف، ده غير الفيلم السينمائي صياد العسل واللي قصته بتحكي عن قبيلة جرونج. عسل الهلوسة فيه أهمية وصعب أي حد يوصل له، ده غير إنها مغامرة صعبة جدا. وبكده نبقى خلصنا قصتنا عن عسل الهلوسة. قولوا لنا رأيكم، حد فيكم شاف أو سمع عن عسل الهلوسة قبل كده؟ وتفتكروا إيه نوع من الأنواع يشبهه؟